عصام، اتأخرت كده ليه؟ كلمتك من يوم مرة. فاصلة شاحن. انت شارب؟ شوية. طيب ماجدة كلمتني بتقولي ان الفيديو الأخير ده هيفيدنا في القضية. كويس. تصبح على خير. وانت رايح فين؟ انت هتنام وتسيبني؟ وهفيدك بإيه وأنا مش شايف قدامي؟ تقعد تتكلم معايا، تسمعني، اتكلم مع حد بدل ما انا حاسه ان انا مجنونه وبكلم نفسي طول الوقت. ليه بس؟ ما كل حاجة زي الفل أهو. زي الفل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لك ولا بالنسبه لي؟ هو المفروض إن أنت وأنا حاجة واحدة، ولا أنت شايف حاجة تانية؟ لو كنت شايف حاجه تانية ما كنتش وقفت جنبك لحد دلوقتي. ده واجبك لأن أي زوجة محترمة تقف في ظهر جوزها في كل محنة، إلا لو شايفة إن هو مستاهلش يبقى جوزها. انت بتقول ايه؟ بقول اللي شفته في عينيكي من زمان يا نرمين، من ساعة ما ابن خالتك سابك وسافر واتجوزتي الدكتور بتاعك عشان تغذيه. من ساعتها وانا حاسس ان انا مش كفايه عشانك، مش من مستواكي. بس مش عايزه اسمع الكلام ده تاني. انت سكران وبتقول اي كلام. اعتبريها يا ستي لحظه صراحه عشان تخفف شويه تأنيب الضمير. وصراحه بصراحه بقى، رضوى عندها حق، انا فعلا عملت ده. بس انت كذاب، انت ما تقدرش تخوني، انت اصلا ما تعرفش تخون، انت كذاب كذاب يا عصام. ما تواجه الحقيقه بقى يا بنت الناس الاكابر، وكفايه هروب. اوعى تكوني فاكره نفسك بريئه، لا، كلنا مجرمين يا حبيبتي، كلنا مجرمين. كذاب كذاب، ما تقدرش تخوني، انت ما تقدرش تخوني، ما تعرفش غيري. انا الست الوحيده اللي في حياتك، انا الست الوحيده اللي انت تعرفها وبتحبها وجوزتها. يا حيوان يا حيوان.